صديقي انا متاكد ان المليون و300 متابع اللي عندي ما فيهمش 3 بيختصوا اكتر من 5 متر. فده 50 متر. يا صباح الفل يا شباب. الاكتور الليدنج والالترا من كيس سيلكت، وانا مش كريم انا كرم، وانا كرم مش كريم. الاثنين قريبين جدا بنفس السعر، ولكن في فروقات هنقول عليها، وهتاخد اداء شاشه ممتاز، ضمان الوكيل لمده سنه، ونركز في الحته دي عشان نبقى فاهمين دوت. و1000 نتس في الشاشه، ريزولوشن 480 في 480 و50 متر تحت الميه. يلا نفتح يا حاج حسام. طيب ركز معايا عشان الساعتين قريبين جدا ولكن في فروقات. الساعتين سعر الاثنين 4400 جنيه، ده في الرينج دوت. ممكن تلاقيها زادت ممكن تلاقيها قلت، اتكلم بقى مع خدمه العملاء عندنا عشان لو انت بتشوف الفيديو بعد فتره. اول حاجه دي محتويات العلب يا شباب. بيجي لك معاها وستيك تاني سيليكون مختوم من كيس سيلكت كده، وهيجي لك من هنا الكتالوجات والكابل. وتعالى نبص على اول واحده وهي الليدنج. الليدنج هتلاقي ده الديزاين بتاعها، ونفتح كده وبسم الله ما شاء الله بالعربيه ونمسح الكيو ار كود. ونسخه الالترا نخش في التفاصيل كده يا معلم، وقولوا لنا ايه الفرق. انا مش كريم انا كرم، انا كرم مش كريم. الفرق يا شباب ما بين الاثنين، اول حاجه هنا الاستيك مطفي سنه، هنا الاستيك لامع سنه، في لمعان اهو هيبان في الحته دي، يبان من هنا المط دي الليدنج. الالترا هي اللميعه. تمام. كل الهوس هو اللهم من الجنب هنا مفيش كتابه على الزرارين دول، من الجنب هنا في كتابه على الزرارين دول، وكل الساعتين نفس بعض، 150 وضع رياضي، نفس اداء البطاريه، نفس اداء الشاشه 1000 نتس، ريزولوشن 480 في 480، 50 متر تحت الميه، نفس الابلكيشن، نفس كل حاجه، ب 4400 جنيه. ولما بتفتح بيجي لك كارت الضمان من منصور. الحمد لله احنا شغالين في العربيات طبعا، من الشركات المحترمه جدا، ومراكز الصيانه هتسحب. يعني انا بحب الشركات اللي بتعمل ايه، بتختصر علينا الوقت. مراكز الصيانه بيقول لك اسحب الباركود هيروح جايبها لك، وكارت الضمان اهوت عشان خاطر لو انت عايز تبقى يعني الرقم المختصر وما الى ذلك. الضمان منصور خلاص ابتدى يبقى موجود في مصر في الالكترونكس، فحاجه كويسه يعني، حاجه كويسه. ماشي. ممكن تلاقيني بعد شويه براجع عربيات ولا حاجه تبعه. الاستيك اللي جاي معاه ده استيك الرابر العادي خالص، ولكن زي ما احنا بنقول ان كيس سيلكت بتعمل اساتيك السيليكون بتاعها يعني خفيف قوي، فدي ميزه للناس اللي ما بتحبش الشكل البريميوم ده. وتعالى هنخش في الابلكيشن. وازيك يا صديقي، صباح الفل. ده شكل الساعه في الايد، 4400 جنيه. ريتد برايس يعني كويس جدا. دايما احنا هنقول في الفيديوهات فيما بعد كده اوفر ريتد برايس او ريتد برايس، يعني المواصفات دي حلوه على السعر دوت. وتعالوا نربط الابلكيشن ونشوف سوا. اول حاجه ادي ماشيه فيها رنه، بص كده. احنا طبعا الاسماء تظهر لك بشكل كامل. الفونت حلو بتاع الخط، ظاهر حلو معايا. جرب كده عمرو معايا. سامعني كده؟ انت سامعني كويس صح؟ سامع كويس كده. اول حاجه المكالمات طبعا كويس جدا، الفونت ظاهر حلو، الاسماء بتظهر بشكل كامل من غير ما اختار، من غير ما اعمل اي حاجه. انا مجرد ربطت، عملت اتصال، جاب لي حد اتصل بيا، بيجي لي الاسم بشكل كامل. طيب احنا عندنا سيتنج كتيره في الساعه دي. الساعه دي ب 4400 جنيه، فانت عندك حبه سيتنج حلوه. قبل ما هاجي اقول لك السيتنج اللي مش في الشاشه، زي المستشعرات ومقياس الميه والامور الصناعيه وما الى ذلك. تمام. اول حاجه انت عندك مقاومه ميه هنا لحد 50 متر تحت الميه، لحد 50 متر تحت الميه. معايير الميه اي بي واي تي. الاي بي ده القديم شويه وهو كويس، والاي تي هي المقاييس اللي فيها الدايفنج، اللي هي كمان لحد الغطس. وطبعا احنا بنتكلم في 50 متر. صديقي انا متاكد ان المليون و300 متابع اللي عندي ما فيهمش 3 بيختصوا اكتر من 5 متر. فده 50 متر. ماشي. ففي استخدامنا الطبيعي هننزل حمام سباحه وكلام من ده. استاذنك في المعالجه، او ان انت لما تيجي تكون بتتوضى تكون حريص ان ضغط الحنفيه بيكون اصلا عالي على اي ساعه، على اي كلام من ده. ده فيما يخص مقاومه الميه. عندك 50 متر ومعاك ضمان، كده نكون حريصين في استخدام الميه في الحنفيات. يعني ما تحطهاش تحت ضغط الحنفيه على طول لو انت عايز تتوضى بيها. بس احنا هنا مش بنتكلم على وضوء، بنتكلم على حمامات سباحه تتعامل عادي وما الى ذلك. الشاشه عندك 480 بكسل، في 480 بكسل ده ريزولوشن كويس جدا جدا جدا. هتاخده. وعندك 1000 نتس في الشاشه.
حسام مركز بقى معانا هنا. الخلفيات طبعا انت واخد البروفيشنال، ان انت ما بيتغيرش الخلفيه من السكرولنج، ودي حته حلوه ان انت لما تيجي تدوس سكرولنج ما تلاقيش كل شويه تيجي تحط خلفيتك او صوره ابنك او صوره زوجتك او مامتك او كده، فتلاقي كل شويه الخلفيه بتتغير. هو انت بتختار خلفيه واحده، ولكن من جوه معاك بقى زي ما انت عايز ومن كل دوت. واظن ان انت بتكستمايز اللي انت عايزه من الابلكيشن، اختار الشكل اللي جاي على هواك يا صديقي. طبعا ما عندناش اي بازل في الشاشه. اللي قدام ده كله المفروض ان هو تيتانيوم محفور. ركز في الحفر بتاع الكلام على التيتانيوم او الزنك اولي، ركز في الحفر هنا وهنا ماشي. خد بالك هو حتى نفس الكلام هنا وهنا هتلاقيه الحفر ده هنا محفور اهو، ال 40 وال 30 وال 35 كل ده محفور. مفيش بازل. البازل المقصود بيه الفرق اللي ما بين الشاشه الحته السوداء، في حته سوداء هنا لو لاحظتها بص مليمتر، حته كويسه جدا. حاطط لك الفريم ده من بره كبروتكشن عشان الخبطات وكلام من ده. طبعا انت عندك حمايه على الشاشه. اوضاع الرياضيه عندك 150 وضع رياضي بمستشعرات حاجه اسمها فول داي. يعني طول ما احنا هنا مش هنقعد تخش على معدل نبضات القلب وتروح قايس لي وتقول له قيس لي. هو فول داي ميجر. الفول داي ميجر قد يكون متعب للبطاريه شويه، ولكن واخد اداء بطاريه احلى من سامسونج وابل في الكيس سيلكت، ودي حته هنتكلم عليها بعدين. ولكن انت عندك فول داي ميجر، انت مجرد ما انت بتلبس الساعه هو بيقعد يقيس طول اليوم ادائك بيبقى عامل ازاي في معدل نبضات القلب، في الاكسجين، في كل الكلام ده كله. كل ده حاجه اسمها اوفر اول بيرفورمانس، بيروح حاططه لك على الابلكيشن. المفروض انت بتربطه بالابلكيشن بتاع ماي هيلث اللي على موبايلك، بيبتدي يجيب لك كل الكلام دوت ادائك. تبتدي تحس بعد اسبوع اداء الصحه عندك ازاي، واداء المشي ازاي، والكسل وما الى ذلك. يفضل جدا تلبس الساعات دي في النوم، يفضل لانها بتجيب معدل نبضات قلبك في النوم والجهد بتاعك في النوم ومقياس النوم العميق ليك. الحته دي بتفرق لو انت راجل بيهتم بصحتك وبتفاصيل صحتك، ان في عدد نبضات قلب معين لازم يكون موجود وانت نايم، فانت لو عليت عنه يبقى انت في بوادر مشاكل في القلب وما الى ذلك. الكلام ده مهم، الكلام ده حلو في نفس الوقت. وده اللي عايزين نتكلم عليه، البريميوم فيو، ان انت قدام الناس ساعه غاليه، قدام الناس ساعه بفلوس جامده، قدام الناس سوفت وير بروفيشنال قوي، وشكل الاداء والاشعارات فيه قد يكون اقرب من الجمادات. هتسحب من فوق هنا عندك كل دي شورت كاتات، كل ده شورت كات. تقدر تشغل البلوتوث وتطفيه للمكالمه، تقدر تشغل تربط سماعه، وان كنا محبذ ان ربط السماعات يكون بالموبايل، كده كده انت هتستخدم الانتليجنس انسرنج ده شغال فيها. يعني لو انت جالك مكالمه رديت من الساعه هتلاقي الصوت جالك على الساعه، لو انت بتتصل من الموبايل هتلاقي الصوت على الموبايل، مش هتلاقيه راح على الساعه. الحته دي مهمه. في ناس كانت بتعاني في السوفت وير بتاع السمارت ووتش القديم ان طول ما انت رابط الساعه كل ما يجي لك مكالمه تروح جايه لك على الساعه. لا، مفيش هذا الكلام. زي ما قلنا التمارين الرياضيه طبعا السوفت وير فاجر حرفيا وجامد جدا. ده السوفت وير الجديد بتاع كي سيلكت، انك هتلاقي فيه نوعين سوفت وير في كي سيلكت. الكي اس او اس ده الجديد، وفي السوفت وير اللي اقدم من دوت. نشاطاتك طبعا يا صديقي بص هي بتقيس لوحدها. انت ممكن تغير الشكل. خلينا نخش في السيتنج كده او ننزل شويه كمان، هتلاقي في حاجات جات للاتصال وانت عايز تعمل، في حاجات قياسات للدوره الشهريه للستات بيذكرك والكلام ده كله. لو انت هتاخديها ليك انت خدي بالك، هو الشكل ده حلو للستات يعني نوعا ما. وطبعا في حاجه اسمها القياس بمره واحده، انك تقيس، هيبتدي يقيس كل حاجه في ايدك، كل القياسات هتقيس في نفس الوقت. ده القياس بنقره واحده. كل المستشعرات هتشتغل معاك. بص، يرجى ابقاء معصمك لمده تصل ل 53 ثانيه. طبعا هو عمال يدي فايبريشن بتاع شرب الميه موجود فيها، المنبهات، التقويم ده هنشوف الكلام ده كله، المؤقتات، الآلة الحاسبة، البوصلة، الكشاف، تعمل البحث عن الهاتف. عندك بي بي سي نيوز، انا مش عارف هم ليه منزلينها، ولكن خلينا نعمل كده يو كي، ابتدي يجيب لك الاخبار وورلد وايد وما الى ذلك، تبتدي تعمل سيرش عليها تبص منها. طبعا اشعارات الواتساب من بره او كل الاشعارات بتاعتك بتجيلك بشكل بروفيشنال جدا. كده هيبين لك شكل الفونت في الرساله، وده مهم جدا عشان في ناس محدش بينقل لك الحته دي. شكل الفونت في الرساله بيفرق. كويس، متوسط، في ناس بتحب حجم كبير، في ناس بتحب حجم صغير. انا بتضايق من الحجم الصغير، في ناس بتحبه جدا عشان تدي رساله كامله. ده شكل الفونت اللي هيجي لك. طبعا لازم تسمح بالاشعارات من الابلكيشن. الابلكيشن كله فري، كل الابلكيشن فري، كل الخلفيات فري، مفيش اي نوع من انواع الاعلانات. مفيش عشان تنزل خلفيه تلاقي اعلان وتتفرج عليه 30 ثانيه، مفيش الكلام ده.
يعني بروفيشنال اب زي ما بيقولوا من كيسلكت. كيسلكت هي من اكتر الساعات اللي انا بقول انها بتقدم شاشات متميزه قوي. يعني لما نيجي نقارن في السمارت ووتش، هم في الحته بتاعت الشاشات دي بيعملوا ساعه ب 2000 جنيه وريزولوشن فول 500. هم جامدين قوي في الحته دي، بروفيشنال قوي في الحته دي وحريفه فيها. اداء البطاريه في كيسلكت 14 يوم ستاند باي، هيقعد معاك هيفي ورك 5 ايام كويس جدا. الكلام ده انا بحلم بيه، انا شخصيا بحلم بيه، لان احنا كل ما بنزود السبيكس في الساعه فاحنا ما عندناش قابليه في الساعات ان احنا نزود البطاريات. فهم بيبقى اعتمادهم على مدى هو التشيبات عامله ازاي والكلام ده كله من جوه توفر في اداء البطاريه. ماشي. فانا بحلم بالخمس ايام هيفي وورك، 7 ايام استخدام عادي، 14 يوم ستاند باي بيرفورمانس. ده اداء جامد جدا، لان كيسلكت بتستعمل ريزوليوشن شاشه عالي، وهي دي اللعبه اللي بقول اللي ولا سامسونج ولا هو عملتها. الكل بيجي يستخدم انواع شاشات ريزوليوشن قليل عشان يوفر في البطاريه، يا مثلا زي سامسونج قبل يضطر يحط شاشات عاليه جدا، وبتقابل بان انت عامل زي اللي بيرضع كل شويه لازم تحط ساعه. المأساة اللي انا ببقى فيها ان كان في ابل ان كان في سامسونج. فهو هنا لعب اللعبه الوسطيه نوعا ما في حته اداء البطاريه. كويس جدا 7 ايام، كويس جدا 5 ايام. يعني صديقي انا البطاريه بتاعت سامسونج في الطبيعي بتقعد مع الناس يوم، عندنا بتقعد 8 ساعات. فمعاناه حرفيا. من 4 ساعات لو قلت لك دلوقتي نزلت 25%. كل ما شركه هتزود في السبيكس بتاعت الساعه لازم اداء البطاريه هيقل، لان احنا ما عندناش قدره او مكان نحط فيه بطاريه زياده الا لو تخيلنا الساعه عن كده. فهو اقصى حجم البطاريه هو 300 ملي امبير، ولكن اداء البطاريه اكثر من مبهر. بيجي لك معاه ستراب سيليكون عشان لو انت هتروح جيم او حاجه يبقى الموضوع خفيف عليك. الخروجات والشغل الستراب معدن بالستانلس ستيل مقاوم للصدأ. خد بالك احنا قلنا في نسختين عندنا، مفيش اي فرق ما بين الساعه الالترا والليدنج. انا بقول لك مفيش اي فرق غير الحته دي بس. الحته دي هنا مط، الحته دي هنا لميع، عشان ما تشغلش بالك. تعامل على ان الاثنين ساعه واحده، مش فارقين خالص في الديزاين خالص. حتى لو عايزين نجيب الاثنين نفس المنظر. ماشي. ان الالترا الزراير مكتوب عليه ده اللي تحت. ماشي. العداء الليدنج او دي مش مكتوب عليها. الالترا في حته من هنا لميع والنص مط. الليدنج الحته كلها مط. والله يعني انا ممكن ما تسمعش اي حاجه من اللي انا قلته عشان هتحار نفسك على حاجه. الاثنين نفس الساعه، ده كرم وده كريم، مفيش اي فرق في اي حاجه. عشان وانت بتختار ما تبقاش اعتبر انك بتتعامل انا عايز ساعه كيس سلكت اكتر، والله ولا فرقت دي من دي ولا اي حاجه. الساعات كلها الاسترابات مقاومه للستانلس ستيل، وطبعا معاك ضمان منصور. ويعني انا فرحان والله شيء رغم تفاهه هذا الموضوع، بس عشان خاطر بعد شويه ما تبقاش الضمان فين وكلام من ده. بتمسح الباركود بيجيب لك الفروع، معاك ضمان لمده سنه، منتج يستحق 4400 جنيه. هتلاقي الساعات موجوده في فرع الزيتون وفي فرع مدينه نصر وفي فرع العبور. ان شاء الله يوم بعد يوم يعني الفروع بتزيد، وهتلاقيها موجوده على الويب سايت. لو حابب تشتريها، حابب تكلم حد من خدمه العملاء، هتلاقي في زرار بتاع واتساب تحت. لو انت حابب ان انت نوصلك لحد باب البيت هنكون في خدمتك. منتجات كيسلكت يعني اهلا بيهم ان هم يبتدوا يخشوا في الحاجات الموديلات بتاعه 2025 كويس. هم داخلين متاخر شويه بس يلا بينا. الاكتر من كيسلكت جبنا لك اعلى حاجه كده موجوده، حلو قوي على السعر ده. ما تقارنهاش بحاجه. عجبك الديزاين توكل على الله، ما تقولش تشغل بالك بالمقارنات. الديزاين اللي عجبك طالما بنقول لك ان هو السعر ده يساوي المواصفات دي، خش وشوط يلا. وقلنا لكم اماكن الشراء وقلنا لكم كل حاجه. ربنا يجعلنا عند حسن ظنكم وشكرا.